كل الناس اللي بتلعب فانتزي ركز بالله عليكم، معلش صوتي تعبان شويه تقريبا من كتر الفرحه اللي انا فرحتها اليومين اللي فاتوا دول. ويا رب كتر افراحنا، يا رب كتر افراحنا، وعلى قد نيتنا ادينا. خلونا نتكلم في ملخص خوازيق الجوله. وقبل ما نتكلم في ملخص خوازيق الجوله، كانت شاكيرا كده طلعت بحاجه جميله او باغنيه بتقول ايه؟ بتقول له لو ما كنتش انت تدلعني مين هتدلعني؟ هي كانت بترمي على بيكيه، بتقول له انا فك منك 2 ب 22. انا مش عارف هي تقصد ايه بموضوع 22 ده. انا افتكرتها بترمي على ابو تريكه، فما بقتش فاهم ايه علاقه ابو تريكه بالموضوع. طلعت تقصد السن. وبعد كده قالت له انت بدلتني او انت بتستبدلني من حاجه جامده قوي لحاجه رخيصه قوي. وادت مثال حلو قوي، قالت له انت بتبدلني من ساعه رولكس لساعه كاسيو. انا مش فاهم في ايه الصراحه في موضوع الساعات ده. قام ردد عليها برضو، قام مطلع كده بايديه، وكان تعاقد يعني مع كاسيو اوريدي، وقال لها ان كاسيو دي بتعيش مدى الحياه. يا جماعه ما تستهدوا بالله، ما تستهدوا بالله وروحوا لكوكو الساعاتي. ده بيغير حجر ب 15 جنيه. انا بقالي 20 سنه بغير حجر ب 15 جنيه، كل اسبوع بغير حجر عنده. مش دي المشكله، هي المشكله ان اصلا الساعه ماشيه بدون حجر. يعني كل ما حد يسالني على الساعه اقول له والله مش شغاله. انا مش عارف انا لابسها ليه. انا نفسي اصلا البس حجر بساعه، البس ساعه بحجر. خش لي يا ابني على ملخص خوازيق الجوله. كل الناس اللي بتلعب فانتسي ركز بالله عليكم. حد مكابتن ماني غيري؟ وادام تراوري اتصاب انا محتاج سالب 90 عشان اعدل التشكيله بتاعتي. ونشتري ماني وصلاح، هيتقلق فيرمينيو. قال لك جن جنون الكوري يا عم، اقعد بقى. طب قبل اي حاجه كده دوس لايك وصلي لنا على النبي. في البدايه كده وقبل اي حاجه فاحب اقول لك ان هالاند اللي مكابتنينه 77%، انا مش عارف دي نسبه تدخله تجاره انجلش، يعني دي نسبه عاليه جدا. اما كابتن راشفورد 8%، ودي نسبه كحول او نسبه اي دي 8%، يعني هي كده. اما صلاح فمكابتنه 2.5%، ودي اجره مشروع في اسكندريه رايح محطه الرمل، اللي هو السواق اللي مش فاهم اي حاجه ويقول لك باقي الخمسه يا استاذ. فمش فاهم يا صلاح ايه ده او ايه اللي بيحصل ده، فهمني. بدات الجوله بماتش مالوش اي لازمه، ماتش استون فيرنا وليدز يونايتد. والماتش ده بيفكرني باغنيه محمد فؤاد وهي بتقول عدت على البيت اللي كان فيه البهايم والجو ده. فانا مش فاهم ليه كابتن بايلي بيتالق التالق ده. فاكر يا بايلي؟ فاكر ايام زمان، ايام ما كنت احط راسي على المخده انام. بايلي انت كنت معانا زمان، وقعد يقول لك لعيب ريسك ولعيب ديفرنشال ولعيب جامد وبتاع، بيجيب جون وبتعمل اسيست. ايه يا بايلي في ايه؟ ده انا كنت كل لما بيجيك بتعمل فيها من بايلي. انا مش فاهم في ايه. مش دي كانت المفاجاه، بس الصراحه كانت المفاجاه الاكبر بالنسبه لي ان بامفورد يرجع ويجيب جون. فاكرين بامفورد اصلا ولا ما حد؟ يعني الناس اللي بتلعب فانتزي السنه دي هتلاقيها مش عارفينه. يعني يا جماعه بامفورد ده كان لعيب السنه اللي فاتت، كان مهم جدا، كان لعيب بيحرز اداء زي توني كده ومتروفيتش دلوقتي. كان لعيب كان جامد والله، بس ما تفهمش من ساعه ما علوا سعره والبركه راحت. كلنا كنا مستنيين الماتش بتاع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكل امانه، وماتش يعني شبعني كرويا حرفيا. يعني ماتش كان فيه كل حاجه، من اخطاء، من كوارث، من حاجات حلوه، من اداء كويس جدا، من لعيبه كانت مكسره الدنيا. خلونا نبدا باللي حصل كالاتي. قبل الماتش على طول التشكيل بدا ينزل وبدا التسريبات تحصل. اول حاجه انا لسه بايع كانسيلو، تمام؟ فكانسيلو بقى هيبدا اساسي. ده كانسيلو اساسي طول حياته بقى، خلاص بقى ما العبد لله باع كانسيلو، فكانسيلو بقى هيفضل خلاص بقى اساسي. ورضى عنه، وقعدوا قعدة عرب هو وبيب جوارديولا، وقال له في ايه؟ قال له كرتونتين ميه مسافي تكون عندي كل جمعه، وجابها له في حوار كده تم. كل ده علشان انا بعته. اي خدمه يا عم كانسيلو. الاغرب بقى ان كان فودن ذات نفسه اساسي. يعني مش فاهمك، بس ماشي. انا من الناس اللي مكابتنه كابتن راشفورد، ودي حاجه ما بتحصلش كتير انك تكابتن لاعب ويبقى
فعلا يعني تفكير مختلف ويتألق. يعني دي ما بتحصلش الا في المعجزات معايا، فدي حصلت، ودي كانت حاجه جميله قوي بالنسبه لي ان هي حصلت. بس اللي حصل كالاتي بالظبط: راشفورد في اول الماتش او في الدقيقه تقريبا 30 بيعدي الجون، وانا قاعد على اعصابي وطالب 2 حلبه ومش مصدق اللي بيحصل من راشفورد. افتكرت ان ده فوتوشوب وبيلم الجون ومش بيعرض بقى ولا بيشوط. لا راشفورد قال لا، مش هعمل كده. قال انا هخش بالكرة جوه الجون، انا هضربهم في عقر دارهم. يا معلم ما احنا في عقر دارهم، شوط بقى. قال لك لا انا هخش بالكرة جوه الجون. فضل يخش وبيخش من هو على الوينج، فضل يخش لحد ما قفلوا عليه الزاويه وقام شايط. قامت ما يعني المدافع مش عارف كان ووكر ولا مين قام مطلعها. كان هيجي لي جلطه في كره زي دي، بس قلت الحمد لله. انا تقريبا تعبت بسبب الكره دي، قلت الحمد لله. مفيش بعديها 5 دقايق نفس الكوره، بس المره دي ما لمش الجون. لا هو قال انا راح ابوسه في بقه. قعد يخش لجوه، خلاص يا ابني بقى شوت يا ابني، زرار المربع يا ابني، شوت بقى. قال لك لا انا هعرفه غلطه. فضل يخش على الجون لحد ما بلاقي وشه هو وإيدرسون كده. قال له إيدرسون انا اسف، كنت جايب لك كوره وبتاع. مسلمه الكوره، قام إيدرسون قام واخد الكوره حاضنها وقام لاهت. انا طبعا مكابتنه وهيجي لي شلل رعاش، مش شلل لا شلل رعاش. ماشي يا راشفورد. بدأ بقى الحته دي بدات تنقح عليا، بدات توجعني كده، بدات احس بنغزه. تمام، الحمد لله والشكر لله. الدقيقه تقريبا 41 قام جه راشفورد قام واقع في الارض. انا وقعته في الارض دي، انا عامل كده، بدات الوش بقى، بدات عينيا كده يحصل فيه غمامه سودا. وقعت الحلبة على الارض، والكراسي بدات تقع مني، والمشاريب بتضيع مني، وانا مش عارف احاسب على ايه ولا ايه. جالك ايه يا راشفورد؟ في ايه يا راشفورد؟ لا يا راشفورد، دي جوله دبل. لا الحمد لله طلع بره كده دقيقه وقام نازل تاني وتعافى. بقيت مش مصدق، حمدت ربنا وقلت الرجاله ادعوا يا رجاله معانا، اللهم ثبته، اللهم يعني يا رب يسجل اي حاجه. شوط اول بامانه كان ولا اروع من كده، بس كان ينقصه ان راشفورد يفرحنا بجون ولا 2. يجي الشوط الثاني مع شويه تغييرات كده بتحصل، وبينزل كابتن جهاد جريشه. وكابتن جهاد جريشه اللي ما يعرفش كابتن جهاد جريشه او الجديد على الدوري الانجليزي، فهو لاعب كره قدم تمام ب 120 مليون بلبل، ده قبل تعويم وقبل اي حاجه، كان ب 120. فانا مش فاهم كابتن جهاد جريشه هو بيستثمر فلوسه دي، ولا هو كان مستنى الجنيه يرخص عشان يحس بالفرق ولا ايه، مش عارف. المهم قام نزل وكرة مرفوعه له كده، قام رازع بالكرة بالجون بدماغه. ما بقتش مصدق جهاد جريشه بيجيب فينا جون. طبعا حلم بالنسبه لك بينهار. اولا ان ده فريقك وحاجه منك كده بتقع. ثانيا ان راشفورد خلاص، ان راشفورد شكرا كده. في دقيقه 78 بيفاجئنا برونو بكره حلوه قوي، او انا مش فاهمها حتى الان الكره دي. تمام، وهقول لك وجهه نظري فيها. بكره متعرضه من كازيميرو، او معموله كروسايه حلوه كده رايحه لفين؟ لبرونو. مين بقى اللي واقف في التسلل ونايم عشان نسي صلاه العشاء؟ كابتن راشفورد. قام ايه بقى؟ قام محجز على الكوره زي البطه كده، زي البطه المشمشيه. في ناس بتقول لك، او ناس كتير بتقول لك ان الكره المفروض ان هي تتحسب تسلل، لان على حسب القانون ان المفروض لو شارك لعيب في كوره فبتحسب تسلل. في ناس تانية بتقول لك لا ما تتحسبش خالص لانه ما لمس الكوره. والصراحه في الحاله دي، يعني انا كنت قاري قانون قبل كده كان بيقول لك في حاله مش ان اللعيب بس يشارك الكوره، بامانه في حاله ان حاجه اسمها الاماءه. عارف يعني ايه الاماءه؟ يعني اللعيب ميل على الكوره. انت متخيل؟ يعني لعيب الكوره قام بس ميل، خد عين المدافع او خد عين الجون، فمجرد ان هو ميل على الكوره المفروض الكوره تحسب تسلل. ده على حسب علمي او على حسب ما انا اعرف.
بس اللي اتضح حاجه غير كده، او معرفش القانون عمل له ابديت مع ايفون 14 برو ماكس ولا ايه، فانا مش فاهم الصراحه القانون. قال لك ان الكره لا، بدل ما لمسهاش فما تتحسبش. طب ايه دليلك على كده؟ قال لك دليلي ان لو المدافع كان قريب من الكوره كان ممكن يخبط في راشفورد، او كان ممكن يلامس مع راشفورد، ولو لامس مع راشفورد دي ساعتها بتحسب ايه؟ تسلل. لكن هو كان بعيد عن الكوره بالحد الكافي اللي مخلي راشفورد ما يعملش اي حاجه على الكوره، فما اتحسبتش تسلل للسبب ده. انا حتى الان مش مقتنع، او مش عارف، او مش فاهم. بس جون في الدقيقه 82 راشفورد ده بقى بيفرحنا كلنا، وبنشغل اغنيه والله وعملوها الرجاله، وبيسجل الهدف الثاني لاننا نكسب مانشستر سيتي، وده حاجه كبيره الصراحه لتين هاج. فشابوه لكل الرجاله اللي كانوا بيلعبوا والله العظيم. شابوه لتين هاج، كازيميرو ده عالمي يا جدعان، اقسم بالله عالمي. شابوه لخط الدفاع كامل، مع ان كان نفسي او كنت شايف ان في خطأ حصل، ان ليه بتلاعب لوك شو يعتبر ليبرو ورا اصلا، تمام، او سنتر ورا، ليه بتلعبه ورا كده جنب فاران لما هو اصلا مركزه يلعب على الوينج الشمال؟ وكنت تلعب مالاسيا برضو وينج شمال، بس كنت تلعبه هو مكان لوك شو، او تطلع مالاسيا وتنزل مكانه مارتينيز او حد تاني، او ليندلوف او ماجواير او احد من الناس دي، يبقوا متمركزين اكتر من كده. بس الصراحه مالاسيا عمل اداء عالي جدا في الماتش ده، ما خلاش محرز يلمس كوره بامانه. محرز ماشي بقاله فتره كويسه جدا، للناس اللي بتقول لي انت ما بتجيبش سيره محرز ماشي كويس جدا، بس ما بيلعبش، وده اللي محزنني على محرز. ثانيا في ماتش مانشستر يونايتد الصراحه محرز ما كانش شبه موجود، مالاسيا كان عامل عليه ماتش حلو قوي، ما كانش بيديله فرصه رغم انه قصير جدا. اتمنى من كل قلبي ان محرز يعني يطلع من مانشستر يونايتد، يخش في فريق يحس بقيمه محرز، ويحس بقيمه الاهداف اللي بيجيبها ولياقته وادائه العالي. الصراحه مش حاسس اي حاجه غير مع مانشستر سيتي، حتى لو لعب ماتش زي ده اساسي او بقاله ماتشين بيلعب هيرجع دكه تاني. كان في بقى كذا ماتش بعدها، من ضمنهم ماتش ليفربول وبرايتون، وده ماتش في حد ذاته يعني ده كان اهم الماتشات، بس كان في ماتشات كتير. خلينا نتكلم على الماتش ده بشويه تفاصيل. بص، مش تألق من مارش ولا تألق من برايتون ان هي عملت ماتش زي ده على ليفربول بتأدي او عايشه في حاله سيئه نفسيا، تحس الفريق مضروب على دماغه. ده ليفربول، يعني انت متخيل ان ده ليفربول اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت؟ هل ماني مأثر للدرجه دي؟ مش فاهم. هل فان دايك لما طلع بان اخطاء قوي الدفاع قوي كده، مع انه خسروا برضو 3 وفان دايك كان موجود؟ هم السنه دي ضعاف جدا، وحشين جدا. والله العظيم ما واحد يكتب لي او يقول لي انت كاري يالا ليفربول ليه كده، والله العظيم ما كده. هم فعلا سيئين قوي السنه دي. لو انت مش شايف من السنه دي الموسم او الموسم دوت، يعني مش شايف اللي بيحصل الموسم ده، اكشف نظر يا معلم، اكشف نظر بجد. مستوى زي الزفت بكله بقى، بالدفاع، بخط النص، بالهجوم، حتى اليسون ساعات بيغلط غلطات ما انتش فاهم في ايه. فين صلاح اللي احنا نعرفه؟ فين نونز مصاب؟ فين اللعيبه يا عم؟ فين فيرمينيو؟ فين يا عم؟ فين خط النص يا عم؟ ده انتوا ملط في النص يا عم. مارش بيجيب جونين وبيعمل اسيست، واللي معاه مارش فيا بخته يا بخت كل مواليد شهر مارس. انا مش عارف مارش ده ايه، ده جونين واسيست ايه يا معلم؟ نفس الكلام كنت عايز اتكلمه عن ليستر سيتي، كانوا بيقابلوا نوتنجهام فورست. معلش برضو ايه اللي حصل لكم؟ انا كنت سايبكم قبل كاس العالم كويسين، والواد وورد كان بيعمل كلين شيت، والفريق كان ماشي كويس، والواد ماديسون، والدنيا كانت حلوه. ايه اللي حصل بعد كاس العالم؟ انتوا كنتوا داخلين بمنتخب مثلا، كنتوا بتشجعوا حد تاني غير، كنتوا بتعملوا ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل بعد كاس العالم. ماذا حدث بعد كاس العالم لليستر سيتي؟ مش عارف الصراحه. برينتفورد وبورموس والفريق ده، يعني انا نفسي اجيب توني معايا مره ويجيب جون. نفسي اجيبك يا توني معايا مره وتجيب جون. المرات اللي بجيبك فيها يا توني
ما بتتألقش، بتاخد انذار، بتتوقف، بتتصاب، بيحصل لك مشاكل الدنيا. اجي يا توني بقى ابيعك من هنا 3 تجوان هاتريك، احطك على الدكه الاقيك جايب جونين، ويجي لي بيبقى جالي ذبحه في الماتش ده، ما بقاش فاهم. مش عارف يا توني الصراحه، مش عارف يا ابني. لو انت لقيت شغل في قناه الام بي سي قول لنا يا كابتن توني، ما يصحش كده. ماتش ما يهمكش تسمع عنه اي حاجه الصراحه، هو ماتش تشيلسي وكريستال الدره الشقيه، 2000 سلام وتحيه. فماتش مش يعني كسب 1-0. انا كلمت واحد صاحبي اصلا بيشجع تشيلسي، قلت له يا معلم كسبت 1-0. قال لي يا عم ببطل كدب بقى. قلت له يالا كسبانين 1-0 بجد؟ قال لي احنا كسبانين 1-0. قلت له انتوا بتلعبوا على ارضكم بتقابلوا كريستال الدره الشهيه، انتوا عايزين ايه اكتر من كده يعني؟ كسبان 1-0. مش فاهم برضو ايه اللي حصل في تشيلسي، مع انه من اكتر الفرق اللي بتصرف فلوس، من اكتر الفرق اللي بتجيب صفقات، بس صدمه لوكاكو مأثره على الفريق. ركز معايا بقى في الماتش ده قوي. فولهام كانت بتقابل نيوكاسل، تمام؟ انا معايا لعيبه من الناحيتين، معايا من فولهام متروفيتش، ومعايا من نيوكاسل تريبيير، ومعايا الميرون. حلو. طبعا انا مش يعني صدمه بالنسبه لي، صدمه من لاعب كره قدم حلو مش عارف يشوط ضربه جزاء. هو اتزحلق فيها الصراحه، يعني متروفيتش جات له ضربه جزاء واتزحلق فيها، قام شايط الكره في رجله اصلا، والكره قامت عامله واو كده وبتاع ودخل الجون، بس الحكم قال مش هتحسب لان في لمستين اتحصلوا في الكره دي. بقيت هيجي لي شلل، وفي نفس الوقت مش فاهم ايه اللي بيحصل. يعني عارف انت احساس الهبل، او ده احساس اللي هو جو ومش عارف افرح ضاع الكلين شيت ولما اتلغى الحمد لله لما يعني في كلين شيت والحمد لله اتخصم منه نقطتين. فانا ايه بقى ايه ده ايه الاحساس المتخلف ده؟ طيب خليني اكلمك عن حادثه كرويه ما بتحصلش الا مره في المليار، تمام؟ هو كابتن تريبيير. كابتن تريبيير مستواه عالي جدا الصراحه، وبيلعب بمستوى وقتاليه عاليه جدا، ومن اعلى اللعيبه اللي موجوده في نيوكاسل، ومش هختلف معاك في النقطه دي. بس يعني ايه لاعب يتسبب في ضربه جزاء؟ يعني كان هيضيع الكلين شيت، وكان هيتحسب عليه، ممكن كان ياخد انذار، ممكن كان يتشلوح، وكان هيضيع الكلين شيت على الفريق كله بسببه، وكان الفريق هيبقى خسران 1-0، وكان هيطلع من البونص، وكل ده اتحسب عليه هو ضربه جزاء. يعني تسبب في جريمه قتل، تسبب في جريمه، تمام؟ الكرة ما تتحسبش وتتنيل تتلغي، يقوم بعد كده الاقيه الحمد لله يكسبوا 1-0 والحمد لله، يعني بياخد نقط الكلين شيت جميل، والاقيه واخد 3 نقط بونص. انا مش فاهم، انت لو ابن عمك ماسك البونص وبيوزعه على اهلك كده مش هيديك بالنقط دي؟ انا مش فاهم يعني، ما بتبقاش كده. انا لو ابويا شغال في اداره الجامعه وداخل امتحان مش يركبني، مش هيلبسني خوذه موتوسيكل عشان ما اتمسكش بالهاند فري. فانا مش فاهم ايه ده يعني، فهمني. 3 نقط ومتسبب في ضربه جزاء ايه يا معلم؟ بتاع الكلين شيت اعور مكابتنك، ما انتوا فاهموها لنا. حاجه ثانيه بقى، كابتن الميغو. كابتن الميغو انا جايبك من 3 جولتون، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل معاك؟ انت يالا مش كنت جامد؟ يالا انت بقيت تمثل، انت عامل حاجه في رمضان الجاي وانا مش عارف؟ هل انت وقتك مش فاضي تحضر تدريبات؟ يا معلم انت لا اسست ولا نقط. 2 يوم ما بتعملوا كلين شيت بتجيب لي 3 نقط. حتى في الماتش ده خدت انذار. ايه في ايه يا معلم؟ توتنهام وارسنال في واحده من روائع الكور الاوزبكستانيه اللي بتحصل. كابتن ساكا ماشي عادي جدا، ماشي بيتسكى بالكوره كده حلو، واما عرض الكوره هو قسما بالله ما يقصد يشوطها على الجون، يعني هو معرضها. قام جه واحد بقى اسمه كابتن لوريس، قام عامل واحده شريف اكرامي كده، اللي هو الكوره فين اهي، وقام حاططها بايديه لجوه. ايه يا كابتن لوريس؟ انا عارف ان الكوره قويه الصراحه، بس كابتن لوريس في ايه؟ انت كنت جامد قبل كاس العالم، شاط عليك هاري كين بدا يجي لك غربله، بدا يجي لك تربانه في الدماغ، وما انتش فاهم ده صاحبك ولا عدوك. فانت فاهمني ايه اللي بيحصل ده؟ عامة يعني فريق توتنهام الصراحه من نيله الزفت، يعني هو وليفربول يعني مستواهم الحمد لله في الكاكيتو، اللي هو ديسباسيتو كاكيتو خالص،
مش هينفع كده. ليعود كابتن اوديجارد ويسجل الهدف الثاني. وفي جمله عايز اقولها لاوديجارد: لو عايزني اقطع عيشك قول لي اجيبك، لو عايزني انهي مسيرتك بكره قول لي اجيبك. عمال يلا بتتحنجل لها، يلا بتتحنجل لها في المثلث بتاع خط النص ده، وجوان هنا واسيستات هنا وجوان هنا، وانا سايبك لان معايا مارتينيلي نيلي كل جوله بيرقصني السامبا. انا مش فاهم يا مارتينيلي في ايه؟ ما كل الفريق بيسجل، بقالك جولتين بلحولي ما مدفوعه معايا مارتينيلي واخد انذار. في ايه يا معلم؟ محدش بيتضرب غيرك في الفريق ولا ايه؟ في النهايه يا معلم، لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نوصل لاكبر عدد ممكن. سلام.